على اية حال صعدوا الى اعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه. لما صار باعلى القصر التفت للبكر ابن حمران قال له انهني حتى اصلي ركعتين. استقبل القبلة صلى ركعتين ثم ادار وجهه الى جهة الحسين صاح السلام عليك ابا عبد الله، السلام عليك ابا عبد الله، ان ابن عمك اسير بين ايدي القوم لا يدري متى يقتل. من بعد ما سلم على الحسين مد بكر يده الى السيف ضربه ضربة لم تعمل فيه شيء، فقال له الحسين المسلم اما في خدشة مني وفاء لدمك ايها العبد؟ ثنى عليه بضربة اخرى ضربه أبان رأسه، سقط الرأس على الأرض وأخذ جسده ألقاه من أعلى القصر إلى الأرض. لما وقع الجسد على الأرض أقبلوا بحبل وضعوا في رجله وأخرجوا بعد ذلك هاني من السجن، ضربوا عنقه وربطوا برجليهما حبلا وأقبلوا يجرونهما بالاسواق. علم قدر قضوا شاعت اخباره رماه القوم من قصر الاماره. هذه اللي ضيفتها هاي المرأة طوعة كانت واقفة تنتظر النتيجة خارج القصر، ما أحست إلا برجوع الناس رجعوا. بدأت تسائل فلول الناس ما لي لا أرى ضيفي، أجابوها قيل لها انظري، نظرت وإذا به يسحب على وجه الأرض. يقول على القصر والدار من على القصر للقاغ مصيبة صدع الأجبال من قبل المشيبة شيب الأطفال، شفت ميت يجرون بالأحضان. فإن كنت ما تدرين